لا تبخلوا علينا بالاشتراك ولايك للفيديو لتشجيعنا. يسعى فريق نيوكاسل الإنجليزي للتعاقد مع حكيم زياش لاعب تشيلسي بعد تألقه مع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم قطر، وذلك بطلب من مالك النادي السعودي ياسر الرميان. وحسب تقريرات إعلامية إنجليزية فإن نيوكاسل يسعى إلى تخليص زياش من دكة احتياط البلوز ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل، ويستعد نيوكاسل الذي يبصم على مستوى جيد هذا الموسم في البريمير ليج وينافس بقوة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد استحواذ السعوديون على أسهمه، لتقديم عرض رسمي لتشيلسي من أجل التعاقد مع نجم خط وسط الأسود حكيم زياش. ويلف الغموض مستقبل زياش مع تشيلسي، حيث يسعى AC ميلان وهو الآخر في التعاقد معه عن طريق الإعارة القابلة للشراء. وجاء عرض نيوكاسل بعد تصريح غراهام بوتر مدرب نادي تشيلسي الذي قال خلال مؤتمر صحفي بأن أداء حكيم زياش الرائع في كأس العالم لا يضمن أن المهاجم المغربي سيحظى بمكان في الفريق الأول لتشيلسي، مشيرا إلى أن نجم المغرب لن يفارق دكة الاحتياط في الوقت الحالي. وتألق زياش رفقة أسود الأطلس، حيث لم يكتفي بلعب دور المهاجم بل قام بأدوار دفاعية كذلك، الأمر الذي أشاد به الركراكي مبرزا أن اللاعبين كانوا متأكدين أنه من الواجب عليهم أن يعملوا كمجموعة. لهذا شاهدنا حكيم زياش وسفيان بوفال وسفيان نصيري يؤدون أدوارا دفاعية.